اهلا بيكم، انا نيمو من اي نيوز. اي يعني تكنولوجي، نيوز يعني انا وانت اللي بنعمل الخبر. هنتكلم في حاجات كتير جدا هتعجبكم، تابعونا. متفاهمين جدا مع بعض، بيفهموا بعض بس من نظرة، سنهم صغير بس ليهم مستقبل بجد على المسرح، بيقدروا يعيشوك جدا جوه الدور اللي هما بيمثلوه. تعالوا نشوف نجومنا هيورونا ايه ونرجع تاني. فعلا مفيش حد هنا. مفيش حد هنا. طب يلا نناديهم. يلا بينا. يلا. المعسكر ده دول عايشين في جنة. يا ريتنا كنا معاهم. يا ريت نقدر نقعد في الجنة دي شوية. مين دول؟ صحيح، ايه دول؟ يعني ايه دول؟ هو احنا مش بشر؟ ايوه احنا لازم ننادي عمرو. يا عمرو في ايه يا بنات؟ الحقنا يا عمرو، مين اللي دخل الناس دولت لحد هنا؟ صحيح. ايه دول؟ يا لهوي، برضه انتوا تاني ولا احنا بشر يا جدعان؟ أنا اسمي كريم منير. أنا عن نفسي التمثيل أكتر شيء بحبه في حياتي. أنا بمثل بقالي سنة. إدارة المهرجان رشحتنا نقدم 10 ليالي في المسرح عندهم بمسرحية الليلة الكبيرة. اسمي جانا شادي وعندي 12 سنة. احنا بنمثل مسرحية اسمها كامب. هي بتحكي المسرحية عن أولاد الناس وأولاد الشوارع والفرق. ابتديت التمثيل وأنا في 4 ابتدائي من مسرحية الليلة الكبيرة، راحت مهرجان الهوسابير وكانت مركز الأول في نصف النهايات. أنا اسمي مالك. أنا بعرف أركز في المذاكرة مع التمثيل عادي، يعني دوري اللي أنا زي جاسوس بمشي وبشوف هنا وهنا. أنا اسمي جانا شادي. احنا بنعمل مسرحية اسمها مسرحية كامب. عملنا 3 عروض، الليلة الكبيرة، وعملنا عرض اسمه الأسطورة، وعملنا عرض اسمه جادو أونلاين، وده الرابع اسمه كامب. أنا نفسي أبقى فنانة مشهورة في المسرح، وبقى نفسي أبقى فنانة. نفسي أبقى ممثل مسرح. أنا عايزة أخش كلية إعلام قسم إذاعة وتلفزيون، عشان نفسي أبقى إعلامي يعني ناجح. وكمان بعد ما عايزة أخلص بالكلية عايزة أخش كمان معهد العالي للفنون المسرحية. كلنا اكيد بوظنا حاجات في بيتنا، بس عمرك بوظت حاجه وخبيت على اهلك وعرفوا وعملوا لك ايه لما عرفوا حاجه زي كده؟ بوظت قبل كده اللابتوب اللي كان بتاع احمد اخويا، بس يعني هو اصلا يعني باظ بسبب ان هو اتحرق، بسبب ان هو قعد عليه كتير. انا وقرايبي وكده وخدت العربيه، كان بعد صلاه الفجر في رمضان وعملنا بيها حادثه، بعد كده ركنتها ومحدش عارف احنا اللي خبطناها يعني. بمد ايدي كده وانا ماشي، قمت شلت كل البراويز واباجورات كتيره وقعتها. ساعتها رجعت كل الحاجات مكسره في مكانها، وعلى اساس ان ما فيش اي حاجه حصلت جم يسالوني، قلت لهم لا انا ما اعرفش ايه اللي حصل ومفيش اي حاجه حصلت. وانا صحيت من النوم لقيتها كده واستغربت قوي وقعدت مده لحد ما هم اكتشفوا. او بوظت فازه قبل كده كانت غاليه، وحطيتها تاني مكانها، رصيتها فوق بعض، وماما بعد كده ماما جايه بقى تشيلها، وقعت كلها وما عرفتش لحد دلوقتي مين اللي كسرها. كلنا بنتفرج على ماتشات كوره، بس مين اكتر معلق بتحب تسمع له؟ اكتر معلق رياضي بحب اسمعه رؤوف كليف، وهو بيقول بيبي. اكتر معلق بحب اسمعه هو استاذ مدحت شلبي. اكتر معلق بحب اسمعه عصام الشوالي لانه اداؤه جميل. اكتر معلق بحب اسمعه هو عصام الشوالي، في اللي هو الماتش الاخير بتاع مانشستر سيتي وبرشلونه، لما برافو جاب فيه جون، فالشوالي كان بيقول له ايه؟ اي غفوه، اي نومه، اي تعسيله يا ميسي، جول ميسي جول، ما شابه اليوم بالامس يا ابن روزاريو، اولا وايدي واحد هايدي التاني، ما طالت وين حارس المرمى؟ هو حارس المرمى. اكتر معلق كرة بحبه ايمن الكاشف، عشان تعليقاته على المباراة على الماتش يعني وكده. اكتر معلق بحبه في الرياضة احمد شوبير، بحب طريقة كلامه وهو بيتكلم. اكتر معلق رياضي بحب اسمعه مدحت شلبي. تركيا بتصنع عربية صديقة للبيئة. العربية دي بتمشي 100 كيلو عن طريق شحن بطارية بدولار واحد بس، وبكده بيحافظوا على البيئة من التلوث. وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية اتفقوا ان هم يقضوا على الدروس الخصوصية عن طريق حملات هتروح للمراكز اللي بتدي الدروس الخصوصية. تعالوا معانا نشوف ايه التقرير اللي جاي. انا اسمي ستيفن، انا بلعب درامز. انا بحب الموسيقى جدا. كنت اول حاجة بلعبها كانت الجيتار. مامتي وبابايا هما اللي شجعوني على الموضوع دوت.
بعد كده ابتديت العب درامز اكتر. وكنت بلعب على اي حاجه في البيت، وبعدين هم جابوا لي درامز ولعبت عليه وبقيت احبه جدا. وانا تقريبا دلوقتي بقالي 3 سنين وشويه. بعد كده دلوقتي بقيت بعد كده ابتديت العب اورج، بس انا بحس متعتي الحقيقيه في الدرامز. خلصت حلقتنا النهارده من اي نيوز، يا رب تكونوا استفدتوا منها، ولسه عندنا افكار كتير جدا هتعجبكم. تابعونا في حلقاتنا اللي جايه. باي.